اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عتمان قاعد في مكتبه وحاطط قدامه الملف اللي جابه وليد، ومستني كريم يدخل عليه. وخلال دقايق خبط كريم على الباب وسمح له عتمان بالدخول. تعالى يا كريم، عندي ليك اخبار هايله هتعجبك جدا. خير يا جدو؟ عرفت حافظ عمل كده ليه ومتفق مع مين؟ عتمان مسك الملف وقال له الملف ده فيه بلاوي حافظ كلها، من اول ما كان ضابط صغير لحد ما بقى عقيد. كريم بدأ يقلب في الملف وقال له انا مش مصدق بجد يا جدو، هو ازاي كده؟ انا عمري ما كنت اتخيل انه كده ابدا. ده مثال للشرف والامانة في الوزارة، ودايما يتكلم عن الامانة والشرف. هو كده يا ابني، اللي يتكلم كتير لازم يكون كده. وهو جاي اليوم اللي هيتكشف فيه وتظهر كل جرايمه. طب انت شايف ايه دلوقتي يا جدي؟ اطلع بالملف ده على الوزارة واسلمه هناك ولا اعمل ايه؟ لا طبعا يا ابني، ما تعملش كده. لازم نعرف الاول هو كان عايز يخلص منك ليه، وفي صالح مين، ومين وراه، عشان ما يقعش لوحده. وهنعمل ده ازاي يا جدو؟ ما تقلقش، وليد بيراقب كل تحركاته، وهنعرف كل حاجة في اقرب وقت. حافظ كان بيروح القسم كل يوم ويتعامل عادي، وانه مفيش اي حاجة. وخلال الفترة دي رؤية ما اتكلمتش معاه ابدا. كان قاعد في مكتبه، دخل عليه عسكري من العساكر. انت ازاي تدخل كده وعايز ايه؟ اهدى يا باشا، انا جايلك من طرف الست هاني وهي عايزة تتكلم معاك. وطلع موبايل واداه لحافظ. حافظ خد الموبايل وفي دقايق رنت عليه رؤية. ايوه يا حافظ، ها، مفيش اي جديد ولا عرفت توصل لحاجة؟ للأسف، ومش عارف لحد دلوقتي مين عمل كده، وكريم بيتعامل معايا عادي ولا كأني حاجة حصلت. طيب، عملية النهاردة مش هتتأجل، وانا هعملها في ميعادها. بلاش استعجال، كريم مراقب كل حاجة كويس قوي، وانا خايف يتقبض عليكي. وانا قلت لا يعني لا، انا محبش العطل. ربنا يستر. هتكسر الشريحة اللي في الموبايل وتكسر الموبايل وترميه، وكل لما عاوزك هكلمك بنفس الطريقة. قفلت رؤية الخط وهي بتقول بتعامل مع شوية أغبية محدش فيهم بيعرف يعمل حاجة أبدا. دخلت أوضة في شقتها. الأوضة دي ما كانش فيها غير هدوم وبس، هدوم بكل الأشكال. ومش بس كده، في كمان أكتر من باروكة للشعر وأدوات مكياج كتير جدا. بدأت رؤية تختار اللبس اللي هتنزل بيه، وبعد ما جهزت نفسها وقفت قدام المراية وعملت مكياج غيرت بيه شكلها تماما. وبعد كده وقفت قدام المراية وقالت استعنا على الشقة بالله. خرجت من بيتها ومشيت في طريقها، ووصلت لمحل الدهب المطلوب، وعملت اللي بتعمله كل مرة. لكن المرة دي وهي بتختار حصلت حاجة غريبة جدا. فجأة النور قطع في المحل كله. بدأ اللي شغالين في المحل يولعوا الكشافات بسرعة، وواحد قال للتاني حد يروح لعلبة الكهرباء ويشوف السبب ايه. وفي خلال دقايق رجع النور مرة تانية، لكن لما رجع رؤية ما كانتش موجودة في مكانها. والمرة دي بقى ما خدتش طقم واحد، لا، دي خدت اكتر من طقم. رؤية في عربيتها بتسوقها بأقصى سرعة قبل ما حد يلحقها، وهم في محل الدهب بيدوروا عليها وبلغوا الشرطة. بعد فترة وبعد ما تأكدت ان محدش وراها وقفت قدام بيت صغير. لكن الغريب بقى ان البيت ده كان في الصحراء، لان ما كانش حواليه اي حاجة تانية. ودخلت رؤية البيت، وبعدها دخلت أوضة فتحت الخزنة وحطت فيها الدهب. وبعد كده غيرت هدومها وخدت الهدوم اللي هي لبساها وباروكة الشعر وبدأت تحرقه. وبعد ما خلصت مسحت كل المكياج اللي كانت حطاه على وشها وخرجت من البيت ده وأكنها واحدة تانية. ركبت العربية وراحت على مول كبير وفضلت تشتري منه شوية حاجات. وبعدها رجعت على شقتها مرة تانية وهي حاسة بانتصار. أما كريم كان في القسم متعصب جدا لأنها فلتت من إيده مرة تانية. كان مجمع كل الضباط وبيزعق فيهم وهو بيقول ما أنا مديكم أوصافها، انتوا ازاي ما شفتهاش وهي داخلة المحل؟ ازاي تعدي من قدامكم كده؟ لكن طبعا مفيش رد، وزي كل جريمة بالظبط مفيش أي حاجة يوصلوا بيها للسارق. كريم حس إنه زي العاجز، خصوصا إن حافظ طلبه في المكتب بتاعه. راح كريم لعند حافظ، وأول ما دخل
حافظ قال له بعصبية: وبعدين بقى يا كريم، قلت لك مش عارف تحل القضية دي سيبها وانا هديها لظابط تاني، لكن مش كل كام يوم هنسمع بسرقة جديدة. يا فندم، حافظ قطعه وهو بيزعق: يا فندم ايه بس؟ انت ما بقيتش شايف شغلك يا حضرة الظابط، وده اخر انذار ليك، والا هيكون ليا معاك تصرف ما يعجبكش. كريم اتعصب جدا وكان هيقوله ما بقاش ناقص الا انت اللي تتكلم معايا، لكن فضل ساكت لحد ما حافظ خلص كلامه وبعدها خرج من المكتب. راح كريم على مكتبه وهو متعصب جدا، فكر يكلم جده عثمان، لكن افتكر كلامه لما قاله بلاش تكلمني من الموبايل بتاعك وانت في الشغل. عشان كده فضل قاعد في مكتبه يفكر يعمل ايه ويحل القضية دي ازاي، نفسه يوصلها بأي شكل من الأشكال لكن مش عارف. فضل شوية في مكانه وبعد كده قرر انه يخرج من القسم. خرج وركب عربيته وفجأة ظهرت قدامه ست كبيرة. الست الكبيرة دي قالت له: والنبي يا ابني تساعدني، ده انا زي امك. كريم قال لها: خير يا حاجة، اتفضلي. ردت عليه الست دي وقالت له: كنت محتاجاك توصلني معاك في طريقك يا ابني، على اول الشارع بس، عشان مفيش عربية راضية تقف لي ابدا. طب وانتي رايحة فين؟ انا ممكن اوديكي. رايحة فين يعني؟ ارض الله واسعة يا ابني، همشي فيها وخلاص وربنا يكرم. وهو انتي ملكيش مكان تروحيه ولا ايه؟ ابدا يا ابني، انا عشت عمري كله مع جوزي الله يرحمه، وبعد ما مات ما بقاش ليا حد ابدا، وصاحب الشقة منه لله طردني منها وقال لي دي كانت ايجار وعقدك خلص من زمان. كريم اتعصب وقال لها: وازاي يعمل كده؟ انا هاخدك ونروح على هناك وارجعك بيتك. لا يا ابني، هو معاه حق، مدتنا خلصت من زمان، وهو كتر خيره استحملنا كتير. انا بس نفسي الاقي مكان اشتغل فيه شغلانه بالحلال، حتى لو انضف او امسح او اطبخ، انا ممكن اعمل اي حاجه، المهم اكل لقمتي بالحلال. كريم اتأثر جدا بيها وحس انه عايز يساعدها. فضل يفكر يعمل ايه او يوديها فين لحد ما خطر على باله الحل، وقال لها: خلاص ما تقلقيش، انا عندي ليكي مكان كويس جدا هتباتي فيه وتشتغلي فيه في نفس الوقت. الست بصت له بفرحة وقالت له: بجد يا ابني؟ ده يبقى كتر خيرك والله. قولي بقى فين المكان ده، انا هاخدك ليه دلوقتي وهناك هتعرفي كل حاجة. وبدأ كريم يتحرك في طريقه لحد ما وصل للقصر بتاعه، واول ما دخل طلب منها تستناه، وراح عند جده عثمان وحكاله عن الست دي وقال له انه عايزها تشتغل هنا. انا ما اقدرش اثق في حد على طول كده، لكن عشان خاطرك خلينا نشوف لحد ما اعرف وراها حاجة ولا لا. وبالفعل دخلت المطبخ وتعرفت على كل اللي شغالين هناك عشان تكون معاهم. واول ما بقت لوحدها قالت: والله برافو عليكي يا بنتي يا رؤية، ده انتي مش اي حد برضو، اديكي عرفتي تدخلي القصر بتاعهم اهو. بس خلي بالك بقى، انتي محتاجة تحافظي على التنكر بتاعك ده، احسن حد يعرف الحقيقة ويكشفك. وانت بقى يا كريم اصبر عليا، اما خليتك تسيب شغلك ده خالص ما بقاش انا. رجعت رؤية لأرض الواقع وبدأت تنظف في البيت زيها زي باقي الشغالين، وهي بتقول: مش مهم، استحملي شوية تعب، المهم النتيجة في الآخر. أما بقى عن كريم كان لسه زي ما هو بيفكر يا ترى يعمل ايه مع حافظ ويحل لغز القضية دي ازاي. وفي القصر، لكن في أوضة تانية، في أوضة ياسمين وسيف. صحيت ياسمين من نومها وبدأت تنظف بصوت عالي قوي. سيف صحي وقال لها: هو في ايه على الصبح؟ ما تهدي شوية، مش عارف انام. وهو انا كلمتك ولا جيت جنبك؟ انا بنضف السرير بتاعي، ولا انت فاكر كل الناس زيك بتنام لبعد العصر؟ الا قولي يا سيف، مش هتشوف لك شغلانة بقى بدل ما انت عاطل كده؟ ما تتكلمي معايا باسلوب كويس. وهو ماله اسلوبي؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ انا كنت بسأل بس، هل هنفضل عايشين على مصروفك من بابا ولا ايه؟ سيف اتعصب وقال لها: هو انت بتتكلمي كده ليه؟ وانا مالي بيكي اصلا؟ انا مش ملزوم اصرف عليكي. انت مش هتكون ملزوم في حالة واحدة بس، لو كنت مرات حد غيرك، لكن للأسف اتجوزتك واللي كان، ومن هنا لحد ما اشوف هخلص منك ازاي انت لازم تصرف عليا. ويلا بقى من هنا، عشان قررت انضف الأوضة كلها. انت مش هتتحكمي فيا وتقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه. وانت بقى اللي بره، اللي يشوفك يقول انك ما صدقتي تقعدي في اوضتي.
بالعكس خالص، ده انا قرفانة منها جدا وعايزة انضفها عشان تنضف من القرف اللي هي فيه. سيف كان هيتكلم لكن موبايلها رن، واول ما رن ياسمين ابتسمت وقالت له لا انا هضطر ارد دلوقتي، واي حاجة تاني مش مهم، وسابته وخرجت من الأوضة بسرعة. واول ما خرجت سيف قال احسن في داهية، ورجع كمل نوم على الكنبة. لكن فجأة بعد ما غمض عينه خطر على باله سؤال، يا ترى بتكلم مين خلاها تفرح وتبتسم قوي كده؟ حس انه عايز يعرف والفضول هيقتله، عشان كده خرج من الأوضة بسرعة وراح يدور عليها. فضل يدور عليها في البيت كله لكن ملقاهاش. راح عند عزيزة وفاطمة وهم قاعدين، وبص لفاطمة وقال لها ماما ما تعرفيش فين ياسمين؟ أمه ضحكت وقالت له وانت عايزها في ايه يا حبيبي؟ مش وقت هزار يا ماما، شفتيها ولا لا؟ مش هقولك، بلاش تضايقيه، دول عرسان جداد، هي في الجنينة يا حبيبي. خرج سيف الجنينة ولاحظ انها ماسكة الموبايل وبتتكلم وبتضحك، واول ما شافت سيف جاي عليها قفلت ومشيت عشان ترجع الأوضة. هو انت رايحة فين؟ وكنتي بتكلمي مين؟ ردت عليه ياسمين باستفزاز، وانت مالك؟ مش واحد زيك هيقولي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هو انت بتردها لي؟ لما اسألك تردي عليا وتعرفيني، وارد عليك بأي حق. تتدخل في امور ليه ما تخصكش؟ نعم، ازاي يعني ما تخصنيش؟ لو تفتكري فانتي مضيتي على قسيمة جوازنا امبارح، يعني بقيتي مراتي وليا حق اعرف كل حاجة. حلو، هات موبايلك بقى وقولي بتكلم مين وما بتكلمش مين. انا راجل مالكيش دعوة بيا. الراجل مش بالكلام، بالافعال، ولما تكون عارف تشيل مسؤولية وتصرف على مراتك من جيبك وقتها بس هتكلم معاك، وعن اذنك بقى. ومشيت من قدامه وسابته وهو متعصب جدا. سيف فضل متعصب ومش عارف يعمل ايه لحد ما راح عند جده عثمان وقال له الحق يا جدي، ياسمين شكلها تعرف راجل تاني. اول ما سيف قال كده عثمان ضربه بالقلم على وشه وقال له انت اتجننت يا ولد؟ انت سامع نفسك بتقول ايه؟ انت ناسي دي مين؟ دي بنت عمك قبل ما تكون مراتك. يا جدو انا متأكد من اللي بقوله. رد عليه عثمان بغضب اكتر، مش عايز اسمع كلمة تانية عن مراتك ابدا. هتتعلم امتى تبقى راجل وتحافظ على عرضك؟ ويلا بقى، عشان من النهاردة هتنزل الشركة ويكون معاك حد يتابعك هناك، عشان ما تروحش لا يمين ولا شمال. لكن انا مش عايز يا جدو، انا بكره الشركة ومش عايز اشتغل فيها. انت بتكره كل حاجة اصلا، بس غريبة، مش كنت من كام يوم عايز تشتغل يا جدو؟ لكن عثمان منعه من الكلام وقال له خلص الكلام لحد هنا، معاك نص ساعة تجهز نفسك، واوعى اسمع صوتك يعلى ابدا على مراتك تاني. يلا اتفضل. خرج سيف من الأوضة وهو بيستحلف لياسمين وبيقول في نفسه بقى كده تاني مرة يضربني عشان خاطرها. طب انا والله لو اوريكي وبرضه هعرف بتكلمي مين. طلع سيف على الأوضة وكانت ياسمين قاعدة فيها مش بتعمل حاجة. مش عايزة تقولي بتكلمي مين برضه؟ ردت عليه ياسمين بتريقة، رحتي عيطتي لجده يا بطة؟ رحتي عيطتي له يا اختي؟ هو انت بتتكلمي كده ليه؟ ما تتعدلي وقومي يلا اعملي لي افطار عشان هخرج. وانا مالي؟ ما تعمل لنفسك اللي انت عايزه. وده من امتى ده؟ من النهارده ومن اللحظة اللي احنا فيها. طب يلا اخرجي بره، عايزة اغير هدومي. بالرغم من ان عندك حمام تغير فيه، بس انا هخرج، لكن مش عشانك، عشان مش عايزة اشوفك اكتر من كده. خرجت ياسمين من الأوضة وسيف كان متغاظ منها جدا، لكن مفيش في ايده حاجة يعملها. بعد ما جهز نفسه خرج ولقى ان في واحد مستنيه جنب العربية بتاعته. وانت مين انت كمان؟ انا سعد يا فندم، ومن النهاردة هكون معاك في كل مكان زي ما طلب عثمان بيه. ودلوقتي يلا بينا على الشركة. ركب سيف العربية بالعافية وركب سعد وبدأ يسوق لحد ما وصلوا الشركة. اول ما سيف دخل قال لسعد خلاص تقدر تستنى في العربية، انا عندي اوامر افضل معاك حتى في المكتب. سيف اتعصب لكن ما قدرش يعمل حاجة. فضلوا واقفين شوية لحد ما جه واحد قابلهم وقال له انا مراد وهساعدك في انك تعرف كل حاجة عن الشغل، وتعالى دلوقتي هوريك المكتب بتاعك. خد سيف للمكتب بتاعه، وبعد ما قعد دخل عليه مراد بملفات كتير جدا وقال له انت لازم تقرا كل الملفات دي، وكل ملف تعمل عنه تقرير صغير، وبعد كده
هنتناقش فيهم. انت اتجننت؟ انا مش فاهم حاجة، وكمان دول هياخدوا وقت كبير جدا. انت مش هتخرج من هنا غير لما تنفذ اللي قلته. مراد ما كانش صغير في السن، وفي نفس الوقت ما كانش كبير قوي، تقريبا كده كان في الاربعينات. انت مش هتعرف تمنعني. انا قلت اللي عندي، واتفضل يلا عشان ما نضيعش وقت. خرج مراد من المكتب، وقبل ما سيف يستوعب اللي حصل كان مراد قافل عليه الباب بالمفتاح، هو وسعد، وقال له بصوت عالي من بره: مفيش خروج لحد ما تخلص اللي مطلوب منك. سيف اتعصب جدا وبدأ يكسر كل حاجة حواليه، وسعد مش بيتكلم لحد ما قال له: اللي بتعمله ده مش هيفيدك بحاجة، انا شايف انك تنفذ المطلوب احسن. انا مش عايز اسمع صوتك ولا اشوفك بتتكلم، انا بكرهكم كلكم. وفضل ما يعملش حاجة. عدى اكتر من ساعة ومفيش فايدة. سيف حس ان مراد معاه حق، عشان كده مسك الملفات وبدأ يشتغل فيها. وفي مكان تاني عند ليلى، فضلت ما تروحش الكلية كام يوم، وده مش طبعها، عشان كده قررت تروح وتحضر محاضراتها، وهي مقررة انها ما تتكلمش مع حد ابدا. راحت الجامعة ودخلت المحاضرات، وطول اليوم لاحظت عدم وجود رامي، وده ريحها. ومش بس كده، محدش بقى يتكلم في الموضوع، وكأنهم نسيوا فعلا. وأول ما المحاضرات خلصت اتنهدت بارتياح وقالت: الحمد لله يا رب إن اليوم عدى بسلام. وخرجت من المدرج، لكن أول ما خرجت شافت قدامها رامي، ما اتكلمتش معاه وقررت تتجاهله ومشيت من قدامه. رامي راح وراها وقال لها: ليلى، يا ليلى، استني. وفضل ينده عليها: نعم، عايز مني ايه؟ قلتلك انا اسف، واديكي اتأكدتي اهو، نسي كل حاجة. خلاص بقى، خلينا نرجع زي الاول وما حصلش حاجة لده كله. فعلا، خلينا نرجع زي الاول. لا انت ليك دعوة بيا ولا انا ليا دعوة بيك. ابعد عن طريقي، انا مش عايزة اي حاجة تربطني بيك، ولا انا عايز ده على فكرة، لكن ما احبش احس اني اذيت حد، عشان كده بقولك ما تزعليش وترجع كل حاجة زي ما كانت. طيب تمام، حصل خير، عن اذنك بقى. ومشيت من قدامه، وهو حاسس انه عايز يتكلم معاها اكتر، لكن ايه السبب وهيقول ايه هو مش عارف. اما ليلى قالت في نفسها: انت معاك حق، يا ريتني معرفتك، لكن خلاص، من النهارده مش هتعامل معاك تاني، وخلينا اكمل اللي فاضل في الجامعة دي من غير وجع دماغ. روحت بيتها ودخلت على خديجة وحكت لها كل اللي حصل. طب انت زعلانة ليه دلوقتي؟ وما تقوليش بسبب الصورة، عادي، انت ناسية صورك اللي كانت فيها التورته مغرقة وشك ولا ايه؟ ليلى ضحكت وقالت لها: يا لهوي منك يا ديجا، ما بتنسيش حاجة ابدا. انت غبية يا ليلى. ليلى بصت لها، فخديجة كملت كلامها وقالت لها: ايوه يا غبية، لقيتيهم بيتنمروا عليكي، اتنمري معاهم يا حبيبتي، عادي، ولا يهمك. اللي مش عامل حاجة غلط ما يخافش او يخجل من حاجة ابدا، وانت مغلطتيش، يبقى تمشي وانت رافعة راسك. انت معاكي حق يا تيتا، بس مش ده بس اللي مزعلك. قولي بقى، قولي، زعلانة ليه تاني؟ مش عارفة يا تيتا. تكونيش حبيتيه يا بت؟ حبيت ايه بس يا تيتا؟ اكيد لا يا حبيبتي، ما تقلقيش، انا هبقى زي الفل. طب ما تيجي معايا وننزل نتمشى شوية؟ ليه يا تيتا؟ نفسك تشوفي حد يعني ولا ايه؟ ليلى كانت بتقولها بهزار، لكن خديجة اتأثرت بيها قوي وقالت لها من غير ما تقصد: اللقا ده نصيب يا بنتي، وانا لو هتمنى حاجة من الدنيا ما اتمناش غير لقاه. هنا الحماس رجع لليلى وقالت لها: لا لا لا، ده شكل فيه قصة كبيرة وحوار، وانا لازم اعرف. اعترفي يا تيتا، مين ده؟ هو انت هتاخديني في الكلام ولا ايه؟ ها، هاخدك افسحك واغديكي بره ولا مش عايزة؟ وعلى ايه؟ في ثواني وهكون جاهزة. وبالفعل نزلوا هما الاتنين مع بعض وفضلوا يتمشوا، وخديجة سرحانة طول الطريق مش بتنطق ابدا. اما عند وعد بقى، بعد اللي حصل وهي فيها حاجة اتغيرت، بقت هادية زيادة عن اللزوم، بتنفذ اللي يطلبه عامر على طول من غير ما تعمل دوشة وقلق. عامر ما كانش عاجبه حالها ده ابدا، هو مش عاجبه حالها كده، هو اتعود على كلامها وعلى اعتراضها، عشان كده فكر يساعدها وراح لعندها وهي شغالة وقال لها: تحبي تروحي للدكتور تتكلمي معاه؟ نعم، مش فاهمة. دكتور نفسي يعني، يساعدك تخرجي من الأزمة اللي انت فيها. ليه؟ وهو انت شايفني مجنونة ولا ايه؟ مين قال كده؟
انا مش شايفك مجنونة خالص، انا بس ملاحظ انك اتغيرتي وعايز اساعدك. تساعدني؟ تساعدني بتاع ايه؟ انت مالكش عندي غير الشغل وبس، وما اعتقدش اني مقصرة في حاجة في شغلي ابدا، صح ولا ايه؟ مين قال كده؟ وطلع ملف وقال لها: الصفحة التالتة، السطر التالت، في كلمة غلط، تبقي مقصرة ولا لأ؟ وقعد بصيت له وقالت له: حاضر، هعيد الملف من الأول. أنا مش عايزك تعيديه، مش مهم، بس عايزك ترجعي زي زمان. وقعدت اتعصبت واتنرفزت وقالت له: أنا ما بقتش فاهمة أنت عايز إيه بالظبط، وتقصد إيه بكلامك ده؟ شغلي وهشوفه وخلصنا. أيوة، شوفي شغلك كويس. ودخل على مكتبه وهي بتقول: ايه يا رب المدير ده، يا رب الواحد زهق. عامر ابتسم، لان هي دي طبيعتها، لازم تفضل تتكلم وتقول حاجات كده دايما. وقال في نفسه: اوعدك ان زي ما كنت السبب في اللي انت فيه هخرجك منه تاني. ودخل هو كمان على مكتبه عشان يكمل شغل. قعدت على المكتب وقالت بصوت واطي مش مسموع لحد غيرها تقريبا: وبعدين بقى يا عامر، هو انت عايز مني ايه؟ اوقات بحس ان مفيش منك ابدا، واوقات تانية بشوفك شخص لا يطاق، والواحد مبقاش عارف يفهم المدير. بس الاكيد ان المدير الحنين رزق. وفضلت تضحك مع نفسها. نرجع عند سيف، لسه في المكتب بيحاول يخلص الملفات، وسعد بدأ يساعده ويكتب الحاجات اللي بيقول عليها، لحد ما سيف سمع صوت الباب بيتفتح. قام من مكانه بسرعة، وأول ما مراد دخل قاله: ها، خلصت الشغل ولا لسه؟ هو انت ازاي تعمل كده؟ مين طلب منك تعمل كده؟ لو فاكر انك هتيجي الشركة دي تتدلع او حتى تاخد فيها منصب تبقى غلطان. انت زيك زي اي موظف، يمكن اقل من الموظفين كمان. بأي حق بتقولي كده؟ انت متعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن ارفدك من هنا. طب جرب تعملها ووريني كل اللي عندك. انا ما شفتش حد كده في حياتي. اتكلم معايا بأدب، وما تنساش ان انا اكبر منك في السن واعلى منك في رتبة الشغل. وكمل لو عايز تروح. انا خلاص زهقت وتعبت، وهروح دلوقتي حالا، ومفيش حد هيعرف يمنعني. مراد بصله شوية وقال له: انا هسيبك النهاردة بمزاجي، يلا روح. سيف اتعصب جدا، لكن مردش عليه ومشي، وطبعا سعد مشي وراه. وبعد ما ركبوا العربية سيف قال له: انا مش عايز اروح البيت، واداله عنوان الكافيه وقال له: وديني على هناك. سعد قال له: بس كده؟ حاضر. وبدأ يسوق، وسيف غمض عينيه عشان يرتاح، لأنه كان تعب جدا، لحد ما سعد قال له: يلا وصلنا. فتح سيف عينيه ولقى نفسه قدام القصر. سيف اتعصب وقال له: هو انت غبي ومش فاهم انا قلتلك وديني فين؟ انا مش عايز ادخل البيت دلوقتي، دي اوامر عتمان بيه، ومش هتروح في حتة تانية زي ما هو طلب. ودلوقتي تنزل وتدخل البيت، لانه باصص علينا من شباك اوضته ومستنيك. سيف حس انه مخنوق منهم كلهم، لكن مفيش حل قدامه. نزل من العربية وطلع على اوضته، واول ما فتح باب الاوضة شاف حاجة لا يمكن يتخيلها. يا ترى شاف ايه؟ هنعرف الحلقة الجاية.